السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يلا بينا مع بعض نجهز الغدا مع بعض. يوم الجمعه روتين يوم الجمعه كده عند اهلي، هنعمل مع بعض غدا سهل خاص وبسيط ان شاء الله. هشاركه معاكم. نعمل هنا دلوقتي فراخ مشويه كده في الفرن، بنعملها كده بخلطه بسيطه خالص وبطريقه اي حد يقدر يعملها عادي. دي الطريقه اللي احنا متعودين عليها، دي طريقه امي ربنا يديها الصحه. بصل وطماطم وفلفل نقطعه كده على ايدينا، تقطيع يعني كبير مش ناعم في الكبه ولا كلام من ده، لا على ايدينا. ونقوم متبلينه بقى بالبهارات الموجوده عندك. كنا زمان بنتبل بالفلفل الاسمر والملح والكمون والكزبر، كفايه كده قوي وكانت بتطلع فراخ زي العسل. كفايه بس اللي هي يعني تتبيله امي، وتتبيله يعني سهله خالص وبسيطه، وبتديك والله طعم حلو جدا. جربيها. وكان زمان اصلا لا كان في بهارات فراخ، ولا كان في بهارات مشويات ولا كلام من ده خالص. جربي وان شاء الله هيعجبك باذن الله. تبلت هنا الفراخ تحت الجلد كده وبين العظم وبعضه، وحطيت عملت بقى ايه، حبيتين طماطم وضربتهم في الخلاط كده، وقمت حطاهم كده من غير اي ماده دهنيه خالص، من غير حاجه. وبنقوم مدخلينها بقى الفرن وخلاص. كانت جميله جدا. عندي بقى هنا كيلو من اللحمه، تمام ما شاء الله، قطعيه جميله جدا، وكانت لحمه حمرا جميله. برضو نقعتها، ما بنقعهاش باي حاجه غير بميه بس، يا دوبك بس بغير ميتها مره واتنين وخلاص. تمام. وهي بقى نقعها كده. في الوقت ده بقى ببقى حاطه لها ميه سخنه على البوتاجاز، تمام، تسخن بس حاجه بسيطه بس كده. تمام. وبقوم ايه عاتيه للحمه بتاعتنا ايه صدمه في الميه. فالميه لما تكون سخنه وبتدي لها صدمه كده، فبتكش كده على طول وبتاخد ايه وضعها. تمام. هنا بقى المحشي بتاعنا هو يعني كانوا حاشينه على بيات وكده. قبلها كانوا حاشينه يوم الخميس. تمام. احنا بنطبخ النهارده الجمعه. حطيت بقى المعيار بتاعه كده، ولازم بقى على الحله كده على الوش كده بطبق كده، عشان بس المحشي بتاعنا ايه ما يتفكش وكده. ما شاء الله مفيش ولا حبايه طالعه من المحشيه اهيت. ودي اللحمه بتاعتنا اهيت، كانت لسه مزوداها شويه ميه، وكانت لسه ما حطيتش الملح بتاعها. بدها ايه يعني، بحط بقى إيه بصل وطماطميه وحبهان وورق لوري. بس ما بحطش اكتر من كده في اللحم. لا بحط عود قرفه ولا بحط اي حاجه، عشان ما فيش ايه اي حاجه تغير طعمها. المحشي بتاعنا بقى اتلدن بقى وخلاص، واللحمه بتاعتنا اتعملت. قلنا بقى ايه ندخل على الكوارع بتاعتنا. معايا بقى هنا الكوارع بيبقى جاي كده من عند الجزار، بتبقى فيها ايه شعر صغير كده، لازم يتشعوط على البوتاجاز، ما ينفعش تطبخها والشعر ده موجود معاه. جيت بقى على الخلاط بتاعنا عشان اعمل خلطه كده للكوارع، علشان ما يبقاش لها اي ريحه وكده. توم وليمون وشويه بهارات ببصله صغيره كده، وبضربها في الخلاط وبنقع بيها. وعملت معاكم الكوارع كتيره جدا جدا، تقدروا ترجعوا لفيديوهات القناه. بعملها بطريقه خاص وبسيطه، طريقه سهله ما شاء الله، طريقه جميله جدا يا بنات اهيت. خلاص بقى الكوارع اتعملت والفراخ اتعملت في الفرن. جبنا بقى ايه نص كيلو من اللحمه كده، عملنا كفته. عملت ايه بقى في الكفته بتاعتنا دي الجميله دي الرهيبه ديت، طعمها جميل جدا احسن بتاعه الافراح بكتير جدا جدا. بصله وبطاطسايه في الخلاط، مع نص معلقه توم كده صغيره، تمام، مع عود شبت صغير كده على كزبره. وبقوم ايه عامله كده الكفته بتاعتنا هي. اهم حاجه بقى تعجنيها، ما عدتش بزود لها اي حاجه، لا بيضه ولا بقسماط ولا اي حاجه خالص. وهعملها ان شاء الله النهارده معاكم بتتبيله جميله جدا، بطريقه جميله جدا جدا يا بنات. يعني انا عن نفسي يعني انا جربتها كتير قبل كده، بتديكي طريقه جميله جدا. مش هنعكي فيه مواعين، ولا هنعمل في زيت، ولا هنعملها في زيت، ولا هنستهلك زيت كتير، الزيت بقى غالي. تمام. هنا بقى هو انا بديه يعني بعجنها. اهم حاجه العجين بتاعها يا بنات. مهم. عندنا هنا الجو بيشتي خالص، شايفه بس الشباك اهوت. عجنتها اهوت، تمام. خدت مني كل الوقت العجن ده، يعني انا ما رضيتش افصل الكاميرا وانا بعجنها، عشان خاطر تعرفوا ان انا عجنتها كتير. اهم حاجه تعجنها، لان لا فيها بيض ولا فيها بقسماط يمسكها ولا فيها اي حاجه تمسكها. هنعمل لها عرق ازاي من كتر ما بنعجنها كده. هتعمل بقى عرق كده وشعيرات، هي بدات كده. نبدا بقى نصبعها، ما سبتهاش ترتاح، يعني عملتها على طول، لان كان ساعتها كان الوقت يعني خلاص، كان الوقت ضيق معايا. وكنت اصلا جايه من بيتي يعني الساعه 10 تقريبا. ويوم الجمعه اساسا بيبقى يوم قصير يا بنات، لازم نمسك وقتنا بدري. عجنتها وصبعتها على طول، هبدا اصبعها اهوت. وبرده بعد ما صبعتها برده والله ما حطيتها في التلاجة ولا اي حاجه خالص، ما حطيتهاش في التلاجة ولا اي حاجه خالص اهيت. هبدا اصبعها بقى كده خالص لحد ما ما اخلص الكميه اللي معانا اهو. دي كان تصوير بنوته الصغيره ايمان، هي اللي كانت مصورني، فمعلش بقى التصوير بقى لو مش مظبوط. دي كميه الكفته بتاعتنا هي نص كيلو، عملنا 20 صابع كفته. تمام.
هنبدا بقى نعمل ايه بقى عشان خاطر نديها طعم جميل جدا ونديها طريقه جميله. انا عندي صينيه الفراخ بتاعتي كانت خلصت، تمام. هعمل لها فحميه اهيت، وهشيل الفراخ بتاعتنا من الصينيه. انا شلت الفراخ من الصينيه اهيت وحطيتها في طبق كده سلستين اهوت، وكنت عامله لها فحمايه، تمام. هقوم جايبه بقى الصينيه بتاعت الفراخ ديت، حطيت فيها بصله وبطاطسايه وطماطمايه وشويه فلفل كده وبالبهارات، وهرص عليها الايه الكفته كده، وهقوم مدخلها الفرن. الطريقه دي جميله وصحيه وجميله جدا، بتحسسك ليا دي كفته الافراح، الطباخ جه بيتنا يا بنات، فاهمين؟ فعملناها بالطريقه ديت وكانت جميله جدا، لا لزقت ولا حصل لها اي حاجه. معايا بقى هنا ايه يعني شويه طماطم كده، يعني معلقتين طماطم كده في الطبسيه دي كده، زودت عليهم معلقه زيت واحده، وهبدا ارشرشها كده ايه على الكفته بتاعتها. ما تخافيش، لا هتفك منك ولا هيحصل لها اي حاجه خالص. تبقى طريقه جميله جدا وكانت قلبه ريحتها قلب المكان. جربوا الطريقه دي وان شاء الله تعجبكم باذن الله. ما استهلكناش زيت، الزيت بقى غالي وكل حاجه بقت غاليه، لازم نفكر كده ان احنا ندبر امورنا وكده. اهو هنا بقى عملنا الفحميه هيت للكفته وللفراخ، ودي الكرة بتاعتنا اهيت. هبدا بقى ايه احط عليها الميه بتاعتها والشوربه بتاعتها، تمام، عشان خاطر تغلي. وهنا الفحم بتاع الفراخ بتاعتنا كانت جميله جدا يا بنات، ما حطيناش لا ماده دهنيه ولا اي حاجه. كان الاكل بتاعنا كله صحي وكان خفيف، وكان يوم والله والله العظيم ما شاء الله كانت قرفته جميله جدا. يوم الاهل ده ما بتعوضش. يا رب ما يحرمكم خالص من اهليكم. و دهوت انا بقى قفلت بقى اهوت على الكوارع، دي الكوارع بتاعتنا هي اللي شلتها. بعملها على مرحلتين. وببدا بقى ايه اعمل لها برده نفس اللي انا عملته في الخطوات الاولانيه، بعملها برده في الخطوات التانية، تمام. هبدا بقى ازود لها شوربه وخلاص اهو. دي الكفته بتاعتنا هي بعد ما خدت تشميعه كده في الفرن، تبدا تهزها بقى كده، تحسها اللي هي ايه مش لازقه ولا اي حاجه، شايفه؟ بتتلجلج كده اهي. خدت لون بقى من فوق وشمعت من فوق، ببدا ايه اقلبها من الجنب التاني اهو، تمام كده. ببدأ بقى اقلبها وبدخلها بقى الفرن تاني، بتاخد صدمة تاني من الجنب التاني وبتاخد لون. ما شاء الله يا بنات كانت جميلة جدا. جربوا بقى الطريقة ديت وان شاء الله تعجبكم على طول بإذن الله. كانت كلها لحمة صافية، ما كانش فيها لا بقسماط ولا بيض ولا فيها اي حاجة، تحس ان هي لحمة صافية كده خالص. تمام كده يا بنات. هنا بقى كان في الوقت ده بقى كان النور بقى قطع، معرفتش بقى اخد معاكم اللقطة الأخيرة. كنا بقى المحشي جهز والكفتة جهزت والفراخ جهزت والكوارع جهزت وكل حاجة جهزت اهوت. كان ما شاء الله كانت ريحة الفحم كانت جميلة جدا. ديت امي ربنا يديها الصحه يا رب، ويفضل البيت يا رب مفتوح بحسها، هي وابويا واخويا وكل اهلي. دي المحشي بتاعنا اهوت. جينا بقى سفوات دي بقى النور كان قطع، وانا بقى بدات اجهز الاكل بقى كده، ما عدتش عرفت اخد اللقطه الاخيره. حطينا بقى المحشي بتاعنا على جوز صواني كده، جوز صواني، واللي بياكل كوارع اكل كوارع، واللي بياكل لحمه واكلنا كفته ولحمه. وما شاء الله واليوم كان خفيف. لايك وشير بقى الفيديو لو عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستنوني في فيديوهات كتيره اكتر. سلام.